لو بتستخدمي الإسبونشة دي يبقى لازم تتفرّجي على الفيديو ده، طبعًا أنا قبل كده عملت فيديو قُلت إن هي جميلة وتحفة، بس طبعًا مع الاستخدام اليومي لازم كل يوم هو مبدئيًا بعد كل تضميد معيّن لازم تغسليها كده منها فيها كده، تحطّي عليها شوية صابون وتدعكيها كده منها فيها في بعضها لحد ما تنضف ما يكونش فيها أي بواقي أكل، أمّا يوميًا كده بالليل أو يوم بعد يوم بالليل كده تقومي جايبة كاتل مَيّة سخنة مغلية طبعًا، هتدلقيها على الإسبونشة وأنتِ منضفاها زي ما عملنا كده تمامًا، وهتحطي كمان شوية خل ومعلقة صغيرة من الكربونات، وزي ما أنتِ شايفة هيحصل الفوران ده، طبعًا بمعلقة عشان المَيّة مغلية هتفضلي كده تقلبي فيهم كويس، يعني كده كأنهم بيتغسلوا، وأول ما المَيّة هتهدى كده يعني تقريبًا هيقعدوا ربع ساعة تكون عرفتِ تمسكيهم كده، هتبدئي تغسليهم تاني وتشطفيهم من المَيّة أم خل دي، يكون طبعًا الخل قعد فيهم شوية بيبقى قتل البكتيريا اللي فيهم، وزي ما أنتم شايفين الإسبونشة بقت فُلّة، بس عايزة أقول لكم إن اللي لونها أزرق دي أنا خلاص كده مش باستخدمها تاني في المطبخ، بعد التتبيلة دي باستخدمها بقى في الحمام، بتخلّي البانيو والحوض فُلّة، يعني من الآخر كده أنا مش بارحمها، بتخلّص مهمتها في المطبخ وباودّيها الحمام.